مع زملائه وبيساند اللاعبين. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن كريم؟ بمسي على حضرتك وبمسي على كابتن وليد وكابتن هندسه. الحمد لله على السلامه يا عمرو، مبروك مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. يعني ليك جزء كبير برضه في البطوله دي، خلي بالك، يعني مش عشان انت اتعورت، لا انت ليك جزء كبير طبعا. لا غير المكافاه، بتكلم ان هو ساهم مع زملائه بشكل كبير، ان هو كان مهاجم النادي الاهلي لفتره كبيره، المهاجم الاول في النادي الاهلي، والنهارده عماد متعب ما شاء الله بيرجع عماد متعب بتاع زمان يا عمرو. لا والله يا كابتن، هو الجزء الكبير للعيبه اللي موجوده دلوقتي. احنا يعني انا كنت موجود وكنت يعني زي اي لعيب، يعني كنت بلعب في مكاني وكنت بعمل اللي بيطلب مني زي ما حضرتك عارف يعني. والنهارده ما حالفنيش الحظ ان انا ابقى موجود، بس الحمد لله يعني كان اللي يهمني ان اصحابي يعني والرجاله اللي كانت موجوده يكملوا اللي احنا بدأناه. لعبنا في البطوله في ظروف صعبه وكل ما كانت بتتصعب علينا، بس بصراحه يعني انا كل مره بكتشفها وكل مره بتاكد ان اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاحمر ب 11 لعيب، ب 12 لعيب، ب 9 لعيبه، سواء الاداء عامل ازاي مش الاداء، بنعرف نجيب بطوله يعني. فدي حاجه الحمد لله يعني، بشكر ربنا. النهارده ما كانش ينفع ان الجمهور اللي ظهر بالمنظر النهارده الرائع والمنظر اللي انا شفته النهارده، فما كانش ينفع يروح زعلان النهارده، فربنا كرمنا. وطبعا بالنسبه لكابتن عماد انا مبسوط يعني جدا ان انا ما بشوفه الحمد لله شغال كابتن عماد متعب بيرجع نفسه هو والحمد لله كل ما برجله بتبقى في الملعب والاصابه بتبعد عنه هو كابتن عماد متعب. فدي حاجه انبساط ليا، لان هو مش عشان خاطر هو كمان لعيب معايا في الفرقه، لا ده هو كان عشان مثل اعلى ليا. فطبعا فانا ببقى مبسوط يعني. فالحمد لله طبعا على كرم ربنا النهارده، الحمد لله. اعتقد القعده بره والفرجه على الماتش وانت بره الملعب اصعب وانت بتلعب. لا الاعصاب بايظه اكتر. والله يا كابتن صعبه. انا يعني انا النهارده بتفرج عاذر طبعا صعب، بس انا من جوايا هموت يعني. انا يعني فاهم يعني، انا احساس صعب جدا يعني. حتى انا قلت لا مش هاجي احضر ماتش تاني. موضوع صعب. وعماد متعب بيلعب بالكره بدماغه، عملتها معاه بدماغه كده وانت قاعد ولا ايه؟ زي ما احنا عملنا كلنا؟ لا 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 انا ما عملتهاش. انا والله يا كابتن كنت انا وكابتن شريف إكرامي كنا بنتفرج على الماتش من الماسوره بتاعت الاعلاميين، عشان خاطر ما كانش في مكان، فطلعنا فوق مع الصحفيين وقعدنا بقى في اخر 5 دقايق خلاص بقى قلنا ننزل يعني نقف في الملعب عشان خاطر يعني لا قدر الله لو حصل حاجه، بس كنا متفائلين لاخر لحظه فاهم. قبل ما يتعب بيلعب بالكوره بدماغه، انا جريت يا كابتن على رجل واحده ولو كان معايا. خلي بالك عاجبني جدا، الحمد لله عاجبني جدا، عاجبني جدا يا عمرو ان مفيش ولا واحد هرب يعني، من اول اللعيبه بالجهاز بالمتفرجين بالمسؤولين، كل الوزراء موجودين، كل القيادات موجوده، مفيش ولا واحد. عمرو تحت في الملعب وهو بيحتفل كمان خد نفسه كده وطلع كده في اخر دقيقتين 3 قال لك خلاص بقى ايه الدنيا هتبوظ. المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قاعد واقف لغايه اخر دقيقه مع المهندس محمود طاهر. والله يا كابتن احنا فعلا الفرقه بتلعب لاخر دقيقه، والله يا كابتن عندي احساس ان احنا هنجيب جول، مش عندي احساس الا اخر حاجه لما الحكم يصفر. فعلا انا في الملعب بره الملعب عندي احساس ان الاخر مش هتاكد ان لما الحكم يصفر، يعني الحكم يصفر كده هتاكد فاهم. فده كرم كبير، وبعدين ده كرم كبير من عند ربنا بصراحه يا كابتن يعني. احنا لعبنا فعلا البطوله في ظروف صعبه، نستحق بصراحه ان احنا يعني في الاخر، والجمهور ده كان محتاج يفرح، والبلد في فتره كانت محتاجه تفرح، فالحمد لله يعني كان سببها النادي الاهلي. اكيد